يوم الجمعه وبالتحديد يوم 1 فبراير 2019 قرعه كاس الملك بترقف بينا وبتدينا 2 كلاسيكو قبل كلاسيكو الليجا، المباراه الاكثر مشاهده في العالم والمباراه الاكثر جماهيريه في العالم واكثر مباراه بتتابع من قبل الجماهير، واكبر ناديين في العالم هيلعبوا يوم 6 فبراير ويوم 27 ويوم 2-3 في الليجا. يعني احنا في اقل من شهر ونص بس هنشوف 3 كلاسيكو. فتعالوا بينا كده اما ندخل في جولة سريعة عن الكلاسيكو، اهم احداثه تاريخيا وفي الوقت الحالي كمان. قبل اي حاجه في سؤال مهم جدا حابب ارد عليه، كان اتسال كتير في الكومنتس، وهو ان ليه بلبس تيشيرتات برشلونه بالرغم من اني مدريدي. والله السؤال ده ليه اسباب كتير قوي بس انا هحاول اختصرها. السبب الاول هو ان انا ما عنديش مانع ان انا البس اي تيشيرت لنادي منافس لفريق بشجعه باستثناء نادي واحد بس، وده بسبب ان انا بشجع ريال مدريد، وان ريال مدريد خلاص خرج من منافسه برشلونه من زمان ودلوقتي بقى منافس اوروبا والعالم كله. فبالتالي انا لو خدت المنطق ده فانا مش هلبس اي تيشيرت تاني غير ريال مدريد. ومن جانب تاني فانا بحب الديزاين والستايل بتاع التيشيرت بتاعت النادي قبل ما ابص على النادي ذات نفسه. فانا بحب التيشيرت دي جدا بتاعت 2013 وشايفها احسن تيشيرت اتعملت لبرشلونه على الاقل في ال10 سنين اللي فاتوا. اما التيشيرت الثانيه فهي عندي بسبب ان هي بتاعت زلاتان ابراهيموفيتش، واللي انا بعتبره واحد من افضل المهاجمين اللي جم في تاريخ الكوره من يوم ما بدات اتفرج عليها. ومش بس برشلونه، انا كمان عندي تيشيرت بتاعته في اي سي ميلان وفي باريس سان جيرمان. افورت شويه انا. بصوا بصراحه انا ما عنديش تيشيرتات لريال مدريد. نتكلم في الكلاسيكو بقى. الكلاسيكو هو صراع قديم بين حامل لقب القوميه الاسبانيه نادي ريال مدريد وهو نادي العاصمه، وحامل لقب القوميه الكتالونيه وهو نادي اقليم كاتالونيا برشلونه، او ممكن نعتبره صراع بين اكبر مدينتين في اسبانيا وهو مدينه ريال مدريد ومدينه برشلونه. الديربي الاشهر في العالم واللي قدر تقريبا في 2017 نسبه مشاهده المباراه دي تجاوز 650 مليون بني ادم حول العالم. فتخيل معايا لما يبقى كوكب فيه 7 مليار بني ادم منهم 650 مليون بيتفرجوا على ماتش ريال مدريد وبرشلونه بس. صداع من كتر العظمه. الناديين دول بيعتبروا هم اكتر ناديين نجاحا في العالم بسبب انهم عندهم 16 بطوله دوري ابطال اوروبا و56 بطوله دوري محلي مجتمعين، ومفيش ناديين من اي دوري حول العالم قدروا يوصلوا للرقم ده مجتمعين على بعض. اول لقاء جمع بين الفريقين كان في 13 مايو سنه 1902 في بطوله اسمها كاس التتويج، وللاسف انتهى 3-1 لصالح البارسا. بعد ما قعدت اكتر من 3 ساعات بدور على النت ايه هو كاس التتويج ده، لقيت ان في مواقع كاتبه ان هو النسخه الاولى من بطوله كاس اسبانيا، وفي مواقع ثانيه كاتبه ان هو كان احتفال برئيس اسبانيا او ملك اسبانيا تقريبا، وفي مواقع بتقول ان الاتحاد الاسباني اعترف بيها كاول بطوله، وفي مواقع بتقول ان هي بطوله وديه ما اعترفش بيها. فما قدرتش احدد هي دي بطوله رسميه ولا مش رسميه. فلو اعتبرنا ان كاس التتويج هو بطوله وديه، فاول مباراه رسميه بين الفرقتين كانت 26 مارس 1916 وانتهت برضه 3-1 لصالح برشلونه. فانت خد اي لقاء من الاثنين عايزه تعتبره اول لقاء بينهم، لكن النتيجه واحده في الاخر. اما اول لقاء رسمي في الليجا فكان 27 فبراير 1929 واللي انتهى اخيرا بفوز ريال مدريد 2-1. لكن قبل ما ناخد جوله كده في الارقام والاحصائيات عايزين نبص على الصراع السياسي اللي كان بين الاقليمين قبل ما يكون بين الفرقتين. والصراع بدا على طول بعد تولي الجنرال فرانسيسكو فرانكو حكم اقليم مدريد. يقوم يعمل ايه بقى؟ اول حاجه عملها هو انقلاب على اقليم كاتالونيا واعتقال حاكمها اللي هو في الوقت ده كان جوزيف سونال. وفرانكو ما اكتفاش بس بالانقلاب وباعتقال حاكم اقليم كاتالونيا، لا كمان امر باعدامه بدون محاكمه. وبالتالي بدات الحرب الاهليه بين الاقليمين وبدا الصراع اللي لسه موجود لحد النهارده. بعد الانقلاب قامت حرب اهليه كبيره جدا بين الاقليمين ادت لاختلافهم لحد اليوم ده. من جانب فجماهير اقليم كاتالونيا او جماهير برشلونه شايفين ان ريال مدريد هو نادي المؤسسات ونادي الدوله، وكل بطولاته اللي كسبها والنتائج اللي حققها كان بسبب ان فرانكو بيحب نادي ريال مدريد وهو نادي الدوله. انا سمعت الموقف ده فين قبل كده. اما على الجانب الثاني فجماهير العاصمه مدريد بيعتبروا ان اقليم كاتالونيا مش تابع اصلا للحكم الاسباني وما بيعتبروهمش من الدوله دي اساسا. صراع طبقي بين الفرقتين قبل ما يكون صراع كروي، زيه بالظبط زي جماهير بوكا جونيور وريفر بليت او جماهير اي سي ميلان وانتر ميلان او حتى جماهير ليفربول وايفرتون. وده دل على شيء فبيدل على ان الكوره مش بس قايمه على الرياضه، الكوره قايمه اساسا على السياسه. كفايه كلام في السياسه بقى ونتكلم كرويا شويه. اكتر من فاز في المباريات الرسميه هو الملكي ريال مدريد ب 95 مباراه، لكن اكتر من فاز في المباريات الوديه هو برشلونه ب 20 مباراه. فاجمالي برشلونه هو اكتر نادي فاز في المباريات الوديه والرسميه مجتمعه ب 113 مباراه. اكبر فوز لريال مدريد كان 11-1 في عوده كاس ملك اسبانيا سنه 1938 واللي ما بحبش اتكلم فيها عشان معظم البرشلونيين بينكروها. اما اكبر انتصار لبرشلونه كانت سنه 1956 واللي انتهى ب 7-2. اكتر لقاء شهد اهداف بين الفرقتين كان سنه 13 ابريل 1918 واللي انتهى بنتيجه 6-6. اكتر من سجل في الكلاسيكو هو طبعا ليونيل ميسي ب 26 جول، واكتر
واكتر من صانع اهداف في الكلاسيكو هو برضه ليونيل ميسي ب 14 جول. اما من ناحيه ريال مدريد فاكتر لاعب سجل لريال مدريد في الكلاسيكو هو دي ستيفانو ب 18 جول. اكتر من سجل هاتريك في الكلاسيكو كان ليونيل ميسي برضه لبرشلونه بمرتين وسانتياغو برنابيو لريال مدريد بمرتين. اشهر اللاعبين اللي لعبوا الفرقتين كان سافيولا ورونالدو الظاهره وايتو ولويس فيجو ولويس انريكي مدرب برشلونه السابق ومدرب منتخب اسبانيا الحالي. لو جينا نبص على القاب الفرقتين في الليجا هنلاقي ان ريال مدريد معاه 33 لقب مقابل 25 لبرشلونه، وفي كاس الملك ريال مدريد معاه 19 لقب مقابل 30 لبرشلونه، وفي السوبر الاسباني ريال مدريد معاه 10 القاب مقابل 13 لبرشلونه، وفي بعض البطولات اللي كانت بتقام زمان واللي انتهت الوقت ريال مدريد معاه بطولتين مقابل 5 لبرشلونه. بمعنى ان محليا ريال مدريد ما بيتفوقش على برشلونه غير في الليجا بس. طيب احنا مش عايزين اكتر من كده يعني. دخلني بقى على البطولات الاوروبيه. ريال مدريد في صداره انديه اوروبا والعالم كله ب 13 لقب مقابل 5 لبرشلونه. اما في كاس الاتحاد الاوروبي فريال مدريد بيمتلك لقبين مقابل 0 لبرشلونه، وفي كاس الكؤوس الاوروبيه برشلونه بيمتلك 4 القاب مقابل 0 لريال مدريد، وفي السوبر الاوروبي ريال مدريد بيمتلك 4 القاب مقابل 5 لبرشلونه. اما في الانتر كونتيننتال فريال مدريد بيمتلك 3 القاب مقابل 0 لبرشلونه. عشان يكون مجموع الالقاب الرسميه والوديه سواء محليه او اوروبيه 90 لقب مقابل 90 لقب، يعني الفرقتين تاريخيا كفتهم متوازنه جدا. طب ما تيجي نبص على اوضاع الفرقتين في الوقت الحالي. في الوقت الحالي برشلونه متصدر الدوري الاسباني ب 50 نقطه وبفرق 6 نقط عن اتلتيكو مدريد اللي لسه راجعين من تعادل هما الاثنين الجوله اللي فاتت. اما الملكي فبيحل ثالث بفرق 8 نقط وبرصيد 42 نقطه بعد اتلتيكو. لو جينا نبص على نتائجهم في اخر 3 مباريات هنلاقيهم زي بعض تقريبا. فريال مدريد في الليجا لسه كسبان الافيس 3 واسبانيول 4 وجيرونا 6 بمجموع اللقاءين في كاس الملك. اما برشلونه فلسه راجع من تعادل مع فالنسيا ب2 ومكسب لجيرونا ب2 وكسبان اشبيليا 6. فحتى لو جيت تبص على نتائج الفرقتين الاخيره هتلاقيهم قريبين من بعض جدا. اذا الفرقتين تاريخيا وحاليا ارقامهم قريبه من بعض جدا جدا. فمين اللي هيكسب بكره برضه؟ بشكل عام الكوره ملهاش توقعات وكل الكلام ده احنا عارفينه كويس، لكن انا قررت اتوقع، ومش معنى ان انا لابس تيشيرت برشلونه ان هنسى انتمائي وهتوقع للنادي اللي مش بحبه. فاذا توقعي هو فوز برشلونه. ما فيهاش نقاش، برشلونه هيكسبنا في الكامب نو. اتمنى ان توقعي يطلع غلط لان نفسي مره اطلع اتكلم على فريق بحبه وهو كسبان. فمعظم الماتشات اللي اتكلمت عليها لريال مدريد والميلان في القناه هنا كلهم كانوا خسرانين فيها. نفسي اطلع مره اتكلم عن الفريق اللي انا بحبه وانا رافع راسي كده وبحلل براس مرفوعه عشان الفريق اللي بحبه كسب. فيا رب توقعي ما يبقاش صح وريال مدريد يقدم نتيجه كويسه، حتى لو تعادل في الكامب نو مش وحش برضه. لكن الاهم انك تسيب توقعك تحت الفيديو، وان شاء الله الحلقه الجايه اللي هنتكلم فيها عن الماتش بتاع الذهاب هنقول اسم اللي توقع صح. واخيرا ما تنساش لو انت مش عامل اشتراك في القناه تنزل تعمل سبسكرايب من تحت او من هنا، ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت هتلاقيها هنا او هنا، ولو عايز تتابع كل اكونتاتي على السوشيال ميديا هتلاقي كل الاكونتات هنا او تحت في الديسكربشن، وحاسب على مشاريبك قبل ما تمشي. سلام عليكم.